عسلامة عسلامة. الكسكسي التونسي وما أدراك ما الكسكسي التونسي. حاجة بنينة ياسر وصحية. أما أنا عوضته بالبرغل الجويد، موجود متوفر عند التوابلية. نفس المكونات، نقصوا الخضرة متاعنا، بصل وبطاطا وطماطم وفلفل حصيلو، وننظفوها بالباهي ولا كما تشوفوا قرع وثوم وحصيل وكل شيء. انا عملته باللحم العلوش دونك ما استعملتش ثوم. اللي يحب يعوضه بالدجاج ينجم يزيد الثوم. هذوكم راسين بصل مقطعين خشان، زدت عليهم حمص مبلول، وهذوكم طريفات اللحم العلوش. فواحت ملح، فلفل اكحل، كركم وفلفل احمر، ومغرفتين طماطم معجونة، وهذوكم طماطم فرشكة. حصيلو قد ما نكثروا الخضرة النية وديما خير. شكشكتو شوية على النار ومن بعد مرقتو. وهذا البرغل اللي قلت لكم عليه، استعملت رطل وكالعادة نفس العملية مع الكسكسي، شوية ملح شوية زيت ونبلوه بالماء. استعملت تقريبا كيس ماء كيكا. نغطيوه ونخليوه يرتاح شوية، ونحضروا سليطة نعديو بها عاد الكسكسي. كل ما يكون المكونات خضراء وفرشكة كل ما خير لصحتنا وصحة صغيراتنا. شوية بصل طماطم وفلفل وشوية زيت، شوية ملح، شوية فلفل اكحل، عصير قارص كان تحبوا زادا. به بعد ما تغلي المرقة متاعنا شوية نكملوا نلحقوا الخضرة ونخليو الكسكسي ولا البرغل حاصيلو كما تحبوا تسميوه يتفور مدة نص ساعة هكاكا. ولا شوية فلفل اكحل يبنن ونسقيو، نخليوه يتسقى هكاكا مدة 5 دقائق. والكسكسي متاعنا حضر ما شاء الله، جاب بنين يهبل، كله منفعة وصحي. ننصحكم تجربوه. هذا كويس البن، وهذه السليطة اللي حضرناها سعيكة، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وإن شاء الله تجربوها.